فيلمنا بيبدأ مع ليما وهي قايمة من النوم مخضوضة بعد ما بتبقى حلمت بكابوس مخيف جدا، وبتجهز نفسها عشان تروح أول يوم ليها في مدرسة جديدة، وده بعد ما بتكون نقلت مع أهلها من مدينة تانية، وبتودع ليما أخوها الصغير ووالدتها عشان تروح المدرسة، وبيبقى الأمير وأخته الأميرة في نفس المدرسة اللي ليما هتكون فيها، وبتروح ليما المدرسة وهناك بيرحب بيها المدرس جدا وبيعرفها على باقي الطلاب، وبيدخل الأمير كال وأخته التوأم كيس الفصل، وبيقعد كال جنب ليما في نفس الصف وبيتعرف عليها، وبينطق اسمها غلط في أول مرة، فبتحاول ليما تتهجى حروف اسمها عشان ينطقها صح، ويبقى شكلها مضحك جدا وهي متوتره ومكسوفه، وبترجع ليما البيت وبتتفرج على حساب كال على الانستجرام، وبيبقى معروف بعلاقاته النسائيه الكتير وشربه للمخدرات، فبتبص ليما على نفسها في المرايه وما بتكونش معجبه بشكل بطنها، فبتلبس ملابس الجري وبتقرر انها تحاول تخس، فبتطلب منها والدتها انها تاخد اخوها الصغير معاها وهي بتجري، وبيكون اسمه تيودور، فبتخليه ليما يركب عربيه الاطفال بتاعته وبتاخده معاها، وبتدخل ليما في الغابه وفجاه بتتزنق منها عجله العربيه وما بتقدرش تحركها، وبيفصل الموبايل وما بتقدرش ليما تعرف الطريق او تتواصل مع حد يساعدها، فبتشيل اخوها الصغير وبتحاول تزق العربيه لكنها بتفلت منها وبتتحرك لوحدها وما بتقدرش ليما تمسكها، وفجاه بيظهر الامير كال وهو بيمسك العربيه قبل ما تقع وبيديها ليما، فبتشكره وبتقول له انها تاهت في الطريق، فبيقول لها على الطريق اللي المفروض تاخده عشان تطلع على الشارع الرئيسي، وفجاه بتشوف ليما حشره على جسمه فبتشيلها له بسهوله وبيشكرها جدا وبيطلب منها يتصوروا مع بعض، وبترجع ليما البيت، وفي تاني يوم بتروح المدرسه وبيبقى الطلاب بيبصوا عليها، وبتيجي واحده من البنات تتكلم مع ليما وبتقول لها انها بقت مشهوره، فبتبتسم ليما وتعرف عليها وبيكون اسمها تينا، وبتسالها ازاي اتعرفت عليه وما بتفهمش ليما قصدها، فبتكتشف ان الامير كال نزل صورتهم على الانستجرام، فبتقول لها انهم اتعرفوا على بعض من المدرسه وانهم مجرد اصدقاء، وفجاه بتيجي طالبه من المشاهير اللي على السوشيال ميديا وبتعبر لها ليما عن اعجابها بيها وانها متابعاها، وبيكون اسمها تيس، وبتبقى بنت لطيفه جدا ومحبوبه، لكن مش بيبقى مسموح لها استخدام الموبايل في المدرسه وده بسبب وجود الامير والاميره، وفجاه بتيجي الاميره وبتتعامل مع تيس بوقاحه وبتبقى بتكرهها، فبتمشي تيس وهي متضايقه، وبتشوف ليما الامير كال وبتشكره على مساعدته ليها في اليوم اللي فات، فبيعزمها كال على حفله في بيت واحد من صحابه وبيقول لها انها بتتعمل كل سنه، لكنها بتقول له انها مش فاضيه ومش هتقدر تيجي، فبيقول لها كال تفكر، وبيدخلوا الفصل، وبيجي يوم الحفله وبتبقى ليما نايمه على السرير، وفجاه بتسمع اهلها وهم بينادوا عليها، وبتنزل ليما من اوضتها، وفجاه بتشوف الامير كال قدامها وبيطلب منها تيجي الحفله، فبيشجعها اهلها انها تروح، وبتجهز ليما نفسها تركب مع كال السكوتر بتاعه ووراهم الحراسه الخاصه بالامير، وبيوصلوا الحفله وبيقف كال مع اصحابه، وبتفضل ليما تتمشى لوحدها، وفجاه بتشوف تيس اللي بتبقى ماشيه من الحفله، وده لان الاميره بتكون ضايقتها لانها بتفتكر ان كل اللي حواليها عايزين يأذوها، وبعدها بتيجي تينا وبتاخد ليما وبتقف مع اصحابها واللي بيكون من ضمنهم الاميره نفسها، وبتتكلم الاميره بطريقه وحشه على تيس وبتتريق على فستانها، لكن ليما بتقول لها انها شايفاه فستان جميل، فبتتضايق الاميره منها جدا وبتحاول تتنمر على فستانها، لكن ليما مش بتسمح لها وبتقدر تصدها، وبتطلب تينا من ليما حساب الانستجرام بتاعها، لكن ليما بتقول لهم انها ما بقتش تستخدم حسابات التواصل الاجتماعي كتير وانها بتحاول تقلل من استخدام الشاشات، فبيستغربوا ازاي ممكن حد ما يكونش عنده حساب، وبيضحكوا سوا، وبعدها بيجي الامير وبيقعدوا مع بعض بعيد عن الحفله وبيدخلوا مع بعض الحشيش، فبتقول له ليما انها عارفه انه عنده علاقات كتير لكن بيظهر انها اعجبت بيه، وقبل ما يبوسها بيقاطعهم صديق كال وبياخده وبيمشي، وبتفضل ليما قاعده لوحدها، وفجاه بتفتكر ذكريات ليها مع مجموعه من البنات وهم بيضربوها وبيكسروا موبايلها وبيقولوا لها تمسح الاكونتات بتاعتها، وبتنام ليما في مكانها بسبب تاثير الحشيش، وبتصحى من النوم بالليل وبتبقى دايخه جدا ومش متزنه، وبتفتكر ذكريات مشوشه عن نفس البنات اللي بيضربوها وبيتنمروا عليها، وبتوصل ليما لحمام السباحه وفجاه بترمي نفسها فيه وبتفضل في الميه وهي بتفتكر ذكريات اكتر، لكن كال بينط وبينقذها وبيكون فاكرها اغمى عليها، لكنها بتتعصب عليه وعلى كل الموجودين وبتقول انها كانت بتعوم عادي وان كلهم اشخاص مزيفين ومش عارفين يستمتعوا بوقتهم، وبتمشي وبتسيبهم، وبيحاول كال يوقفها لكنها بتمشي، وبتوصل ليما البيت وهي بترجع وتعبانه، فبيحاول والدها يخفف عنها وبيساعدها تنام على سريرها، وفجاه بيقول لها انه شايف انها تقول للامير كال الحقيقه، لكن ليما مش بترد عليه، فبيسيبها والدها لوحدها وبيمشي، وفي تاني يوم بتصحى ليما على صوت عدد كبير من طلبات الصداقه، وده بسبب انتشار فيديو ليها وهي بتقول لكل اللي في الحفله انهم مزيفين، وبعدها بتلاقي رساله من كال وبيعتذر لها انه حاول ينقذها امبارح وبيعزمها على رحله بالمركب في بيتهم في مدينه تانية، لكن ليما بتشكره على دعوته وبتقول انها لازم تاخد بالها من اخوها الصغير النهارده، وبعد شويه بيجي كال البيت وبيعتذر لليما من تاني على اللي حصل، فبتعتذر له ليما كمان وبتخليه يشيل اخوها الصغير واللي فجاه بيعمل عليه الحمام، وبيضطر كال يدخل البيت وبتجيب له ليما تيشيرت جديد، وبعدها بيقربوا جدا من بعض، وقبل ما يبوسوا بعض بيرجع والد ووالده ليما البيت وبيطلبوا منهم يخرجوا مع بعض، وبياخدوا تيودور من ليما، وبتخرج ليما مع كال وبيروحوا للمركب بتاعه وبيقضوا اليوم كله في البحر وهم مبسوطين وبيستمتعوا بوقتهم، وبتسال كال ليما عن السبب اللي خلاهم ينقلوا من مدينه لمدينه تانية، فبتقول له ليما ان والدها جاله شغل جديد في المدينه وبيبان انها بتكذب، وبيوصلوا لمكان الحفله وما بترضاش ليما تدخل وبتقول لكال انها تروح البيت وهي مبسوطه احسن، فبيعزمها عنده في القصر الملكي في تاني يوم، وده لان اهله مش هيكونوا موجودين، وبتوافق ليما وهي مبسوطه انها تروح القصر، وفي تاني يوم بيبعت كال عربيه مخصوص لليما عشان تاخدها، وبتوصل ليما القصر وهي منبهره، وفجاه بتلاقي الملك قدامها وهو بيرحب
بيها وبيتمشى معاها في القصر، وبعدها بيقعدوا مع بعض على الغداء، وبتقعد الاميره مارجريت معاهم وبتبقى وقحه طول الوقت ومش بتحب ليما. وبعدها بيسال الملك ليما عن مدينتها القديمه، فبتقول له انها في مدينه هيوتن، فبيقول لها انه يعرف المأمور وان بنته في نفس سنها واكيد كانت معاه في المدرسه، فبتقول له ليما انها ما تعرفهاش. فبتستغرب مارجريت وبتقول لها ازاي ما تعرفش بنت المأمور اللي معاه في نفس المدرسه، وبتشك ان ليما مخبيه حاجه، فبيتضايق كال وبيطلب منها تبقى لطيفه لمده دقيقتين بس. وبعد شويه بتخرج الملكه وبيظهر انها مريضه جدا وبتتكلم بشكل غريب، وبيخلصوا اكل وبتودع ليما كال وبتمشي. وفي تاني يوم بتسال ليما كال عن والدته الملكه وسبب سلوكها الغريب، فبيقول لها كال بنبره كلها حزن ان والدته مريضه بالقلق وانها بتخاف من كل حاجه وعشان كده ما بتظهرش قدام الناس، وبتحاول ليما انها تخفف عنه. فبيغير كال الموضوع وبيطلب منها تسافر معاه للكوخ بتاعهم على حدود المدينه، وبتوافق ليما. وفي تاني يوم بيجي كال واصحابه واخته الاميره وبياخدوا ليما من البيت، وفي الطريق بتنام ليما في العربيه وبتحلم بنفسها وهي بتبعت فيديو اباحي لطالبه في مدرستها القديمه مع طالب تاني، وساعتها بينتشر الفيديو والمدرسه كلها بتشوفه. وبتسمع ليما الطلاب حواليهم وهم مستغربين من الطالبه اللي في الفيديو واللي بتبقى مع حبيب ليما، وبنفهم ان حبيب ليما خانها مع صديقتها واللي كانت عارفه انها مرتبطه بيه، وعشان كده قررت ليما انها تفضحها. وبتصحى ليما من النوم وبيقول لها كال انهم هيعدوا على مدينه هيوتن واللي بتكون الموطن الاصلي لليما، وبيقفوا عند البنزينه يشتروا حاجه. وبتنزل ليما من العربيه وفجاه بتشوف قدامها واحده تعرفها، فبتستخبى بسرعه في العربيه وبتراقبها من بعيد، وبتشوفها وهي بترمي الزباله في باسكت جنب المطعم. فبتمشي ليما وراها وبتعتذر لها عن نشرها للفيديو بتاعها وبتقول لها انها غلطانه وانها بتتمنى انها تسامحها، لكن البنت بتبقى متعصبه جدا وبتهجم على ليما وبتضربها وبتبوظ لها هدومها ووشها كله. وبتيجي الاميره مارجريت ومعها الحارسه الشخصيه وبيوقفوا البنت عن ضرب ليما، وبتؤمر الاميره البنت انها تمشي. وبتسال الاميره ليما عن سبب الخناقه، فبتقول لها ليما انها بس بتحل خلافات قديمه. فبتسالها مارجريت عن اسم البنت واللي بيكون اسمها جورو، فبتدي الاميره مناديل لليما وبتقول لها انها مش هتقول اي حاجه لكال على شرط انها تحكي لها كل حاجه بعدين. فبتشكرها ليما وبتنظف فستانها وبترجع للعربيه، وبيوصلوا اخيرا للكوخ وبتبات ليما مع كال في مكان واحد. وبتظهر صديقه مارجريت وهي غيرانه جدا من ليما بسبب قربها من الامير وبتبقى معجبه جدا بيه. وبالليل بيقعدوا كلهم مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم، وبتتكلم مارجريت على تيس وحش من تاني، فبتتضايق ليما وبتسالهم عن السبب اللي مش مخليهم يحبوا تيس، وده لانها بنت لطيفه. فبتقولها مارجريت انها بتستمد شهرتها منهم، وان اول فيديو لها في صفحتها كان هم خلفيتها، وانها بتعتمد على العيله المالكه في انها تكتسب شهرتها. وبيخلصوا كلام وبيرجع كل واحد لاوضته. وفي تاني يوم بيصحى كال وليما وبيخرجوا يقضوا وقتهم مع اصحابهم. فجاه بتشوف ليما جورو قدامها فبتتخض جدا وبتقول لكال انها نسيت حاجه في الاوضه. وبترجع ليما اوضتها وبتلم حاجاتها وبتسيب الرساله لكال بتقول له فيها انها اضطرت تمشي بسبب مشكله عندها وانها تشرح له بعدين. وبتاخد ليما شنطتها وبتراقب الطريق وبتخرج بسرعه ناحيه الغابه. فجاه بتظهر جورو قدامها وبتقول لها ان الفيديو ده دمر لها حياتها، فبتحاول ليما تعتذر لها وبتقول لها انها دفعت ثمن، لكن جورو بتقول لها انه مش كفايه، وبتقول لها انها تقول للامير عشان يعرف حقيقتها، لكن ليما ما بتهتمش وبتقول لها تعمل اللي هي عايزاه. وبتركب عربيه عشان توصلها لمكان تاني، وفي الطريق بتبعت لها صديقتها رساله بان كان حزين جدا وانها اول مره تشوفه كده، فبتبعت له ليما رساله بتقول له فيها انها بتحبه، وبتبعت له صوره مكان وبتقول له انها تستناه فيه في وقت معين. وبيجي ميعادها مع كال وبتجهز ليما قعده لطيفه في الحديقه، وفجاه بتلاقي الاميره مارجريت هي اللي جايه لوحدها وبتهددها تبعد عن اخوها، وبتقول لها انها عارفه حقيقتها القذره وانها شخص كذاب بينشر الشائعات عن الناس ويفضحهم، وانها اخر شخص هم محتاجينه يدخل عيلتهم. وبتقول لها تسلم لها على ابنها، فبتتصدم ليما وبتقعد على الارض من اثر الخضه وبتفتكر ذكريات عن نفسها وهي حامل وبتولد. وبتقعد مارجريت وتقول لها انها لو ما بعدتش عن اخوها تفضحها وتقول لكل الناس حقيقتها. وبترجع ليما البيت وبتتصل بصديقتها تيس وبتطلب منها فلوس عشان تدفعها للسواق. وبعد شويه بتوصل ليما البيت تيس وبتقعد معاها في البيت وبتسالها تيس عن السبب اللي خلاها ترجع، وما بترضاش ليما تتكلم في الموضوع. وبتسالها عن الصور اللي نشرتها عن الامير والاميره، لكن تيس بتنفي كل الكلام اللي قالوه وانها مجرد شخص بيعمل فيديوهات عن التجميل وتصميم الملابس. فبتشكرها ايما وبترجع البيت، واول ما بتوصل بتحضن والدتها وهي منهاره وبتقول لهم انها كانت فاكره انها تقدر تعيش زي اي شخص طبيعي وانها هيبقى عندها اصحاب وحبيب، لكن كل حاجه باظت. فبيحاول اهلها يخففوا عنها وبيقولوا لها انها لازم تكون قويه وانهم ادوها فرصه عشان تعيش حياه مختلفه، لكن ليما بتفضل منهاره. وفجاه بيسمعوا صوت تيودر وهو بيعيط، فبتطلع الام عشان تشوفه وبتروح ليما وراها، وفجاه بتلاقي والدتها واقعه على الارض وبيبقى مغمى عليها. وبيروح المستشفى وبيظهر ان والدتها عندها جلطه في القلب، وبيبقى الاب حزين جدا على مراته وبيقول لليما انه كان وحيد في العالم قبل ما يعرفها لحد ما هي جت، وساعتها حس ان العالم كله بين ايديه. وبتتاثر ليما بكلام والدها جدا وبتاخد تيودر وبتخرج بره وبتتصور معاه فيديو وهي بتقول للناس يرحبوا بابنها وانها مش هتتاسف لاي حد لانها كدبت عليه، وده لان الشخص الوحيد اللي يستحق الاسف هو ابنها اللي حاولت تخبيه وتتبرى منه. وبتقفل الفيديو. وفي تاني يوم بترجع والده ليما البيت وبتكون فخوره بيها بعد ما قالت الحقيقه لكل الناس، وبتقول لها ان التعليقات ايجابيه جدا وان الناس حبتها بسبب صراحتها واعترافها بالحقيقه. وبتسالها عن ميعاد حفله التخرج، لكن ليما بتقول لها انها مش هتروح. وفي يوم حفله التخرج بتيجي تيس لبيت ليما وبتكون مبسوطه بان عندها ابن، وبتطلب منها يروحوا حفله تخرج مع بعض وبتقدر تقنعها. وبتصمم لها تيس فستان جديد وبتخليها جميله
جميله جدا وبيروحوا مع بعض الحفله، وبتلاقي لما تشجيع كبير من صحابها اللي بيبقوا فخورين بيها جدا. لكن بتيجي مارجريت تهددها من تاني وبتقولها تفضل بعيد عن اخوها والا هتقول له على كل الحاجات اللي عملتها. وفجاه بيظهر كال على المسرح وبيغني اغنيه على اسم ليما وبيعترف لها بحبه قدام الناس كلها، وما بيهتمش ان عندها طفل وبيكون فرحان بيها جدا، وبيسقف لهم كل اللي في الحفله وبيرقصوا سوا وهم مبسوطين. وبتبص لهم مارجريت بنظره كلها حقد وهي بتشرب، وفجاه بتقع على الارض وبيغمى عليها، ومش بنبقى عارفين هل مارجريت اغمى عليها ولا ماتت ولا حد سماها. وبيخلص الفيلم.